واخيرا لقينا الحاجه اللي بتكسب دهب. في اوروبا بيهتموا جدا بالحرف عشان مصدر دخلك ساعتها بيبقى معتمد على صنعتك وقد ايه انت محترف فيها وبتحبها. فما بالك بقى لو انت متعلم وكمان بتشتغل الحاجه اللي انت بتحبها، ساعتها هيكون دخلك اضعاف اللي معاه حرفه بس مش متعلم. والحرفه في الزمن ده يا صديقي هي المهارات اللي بتاهلك انك تشتغل اونلاين على اي مجال، زي مثلا كتابه المحتوى او التسويق الالكتروني او اداره السوشيال ميديا او حتى انشاء فيديوهات وصور بالذكاء الاصطناعي. وعشان اكون صريح معاك يا صديقي، انت مش محتاج بس تدرس الكلام ده وتاخد بيه شهاده، انت محتاج تروح مكان تتعلم وتطبق وكمان تتدرب على كل اساسيات المهارات دي عشان تقدر تشتغل بايدك في اي بروجكت فريلانس على اي موقع من المواقع. وبكل بساطه حرفتك بتبدا هنا، عشان في كريتيف اكاديمي انت هتتعلم كل اساسيات المهارات دي وهتبدا تطبق بايدك كمان على مشاريع حقيقيه وتشتغل على كل سكيل من دي خطوه بخطوه، وهتعمل بنفسك بورتفوليو بعد ما تخلص يقالك ان انت تشتغل على اي موقع من مواقع الفريلانس على اي مهاره من المهارات دي. فهتتعلم مهاره بتحبها، هتطبق عليها كويس جدا، وهتتدرب على مشاريع حقيقيه، وبكده هتضاعف دخلك.